يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الخير على كل اللي بيشوف الفيديو. يسعد صباحكم، يسعد اوقاتكم يا رب كلها. عايزة اكلمكم النهاردة وانا جاية في المواصلات. لقيت في راجل كبير كبير جدا في السن، كبير جدا، واقف. وبعدين بقى الناس بقى مش عارفة في ايه، في بعض الناس بقى عندها ايه، بقى في لا مبالاة يا جماعة. بقى في لا مبالاة، ان هو عادي، يعني عادي ان راجل كبير واقف في السن. استنى اما اوريكم حاجة. بصوا، كلبة بتلعب مع اولادها. بصوا بتلعبهم ازاي. طبعا انا مرعوبة منهم اصلا. بصوا عمالة تلعب مع اولادها. جو ساقع جدا. المهم يا حبايبي، ايه، الراجل كبير كده وواقف والجو ساقع تلج. احنا في شهر 2 خلاص، فالدنيا ساقعة تلج والجو الصبح بدري. طيب والناس قاعدة، في منهم الشباب وفي منهم كان في طفل صغير كده قاعد برضو، يعني ممكن بابا يقومه ويقعد الراجل الكبير. ما تعرفش بقى، الناس بقى في بعض الناس عندها لا مبالاة. خلاص طالما انا لحقت قعدت وخلاص. طب ده يعني في ناس كبيرة ممكن تقدر تستحمل، انما ده بجد شكله خلاص، اللي هو يا ما كبرنا يا ما صغرنا يا حبيبي. يعني كبير جدا، مش قادر يقف خالص من البرد ومن كده. فالحمد لله، يعني انا ايه، عايزه اقول لكم ايه، ان احنا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. احنا يا جماعه في غلاء اسعار صعب جدا، ومحدش ضامن الظروف. والنهارده انا ممكن اقدر اقف استحمل، بكره الله اعلم ممكن اتحط في نفس الموقف، محتاجه ان حد مثلا يقعدني، محتاجه ان حد يديني حاجه انا اكون محتاجاها. المهم، ايه اللي انا عايزه اقوله؟ انت عايزه تقولي ايه يا زيزي؟ انا عايزه اقول يا جماعه ان احنا نرجع ايام زمان تاني. ايام زمان، ايام احترام كده الناس الكبيره، الراجل الكبير في السن او الست الكبيره في السن، او نرحم بعض. فاهميني ازاي؟ فبرضو نفسي اوصل حاجه، نفسي اوصل فكره عندي او حاجه انا بتمناها بجد، ان لما يكون في ناس كبيره قوي كده في السن وركبت المواصلات، ما ناخدش منها اجره. مش كل المواصلات، انا مش بتكلم عن المواصلات اللي هي الخاصه، لا انا بتكلم عن المواصلات العامه. اي مواصلات عامه، ان هم يركبوا ما يدفعوش فلوس. فاهميني ازاي؟ والله العظيم هتفرق جدا. والله وحاجه تانية، بس انا عارفه ان ممكن تعتبروها ان هي اوفر شويه، بس والله هتفرق جدا. الحاجة التانية ديت اللي هي احنا لو دخلوا المطاعم، اي مطعم، ياخد بس ان شاء الله سندوتش واحد بس في عز السقعة البرد الشديد. انا عارفة ان في مطاعم بتعمل خير كتير بس لا، يعني احنا عايزين نخص الناس ديت، ان لا يعني ياخدوا مثلا حتى سندوتش واحد بس من غير فلوس او بفلوس اقل. بس اللي اهم من كل ده ان هم لو ركبوا مثلا المواصلات، على الاقل لو هيروحوا من مكان لمكان يتنقلوا، يبقى ما يدفعوش فلوس، ما يدفعوش اجر بس. وعايزه اقول بقى اللي احنا نرجع كده ايام زمان، ايام ان احنا كنا نحترم الاكبر مننا، الشباب اللي بتبقى قاعده وفي بنات بتبقى واقفه في المواصلات. ما تقولش ما هي ركبت مثلا والدنيا زحمه، لا، طب ما هي ممكن تكون ايه دراك، يعني زي اختك او كده، ان هي مثلا بتلحق ميعاد او بتلحق المشوار بتاعها، او ما فيش غير المواصله ديت متاحه. فنرحم